انا نهى، فعمري 21 عام. تزوجت ملي كانت عندي 18 عام مع راجلي، وجات مو تعيش معانا حيت خوتو ثلاثه اللي كبر منه كلهم مزوجين وكلهم مشاو شافوا حياتهم. ما بقى غير الولد الصغير اللي هو راجلي، ولهذا السبب عشت انا وياه مع عمو، حيت هو ما كانش باغي يخلي مو تعيش بوحدها. وانا نفس الشيء، انا كنت بلاصتو مستحيل نخلي امي تعيش بوحدها. فقلت ماشي مشكل نعيشوا مجموعين ما فيها باس. قلت نعتبرها بحال امي ونعيش معاها في دار وحده. واخا حماتي كانت معروفه عليها انها سليطه اللسان، لسانها متبري منها، وكانوا كاع الناس كيخافوا منها وكيقولوا لي ردي بالك منها من قبل الزواج، لا عيالة ولادها ولا جيرانها ولا الاقارب ديالها. كانت مرة صعيبه بزاف وحاده الطباع، وحتى شي واحد ما كيحملها. بصح انا قلت غادي نعتبرها بحال امي ونعاملها بالحسنى ونحببها فيا ونكسب المعركه لصالحي. خصوصا انني كنت كنبغي راجلي بزاف، ومن بعد الزواج زدت تعلقت به اكثر، وهو كان انسان كيعاملني بطريقه زوينه، كان مزيان معايا في كل شيء. هادشي علاش قلت مستحيل نهدم بيتي ونضيع زواجي بسبب حماتي. قررت انني نكسبها لصالحي، واخا داكشي اللي كانت كدير ليا والفعايل اللي كانت كديرهم معايا ما يمكن حتى شي واحد يتحملهم، والمعامله ديالها معايا كانت خايبه بزاف بكل ما تحمله الكلمه من معنى. تفاجأت من بعد الزواج انه حماتي فاش ما كيكونش ولدها في الدار كتدخل لبيتي وكتستعمل الاغراض ديالي، كتهز لي الدهاني دهن بهم، الروايح ترشهم، الحوايج ديالي كتهزهم الماريه وتلبسهم، وهادشي كانت كديرو قدامي باش تستفزني. وكانت مره كتحل عليا باب البيت على غفله، حيت انا اصلا ما كنتش كنسد البيت. كانوا التصرفات ديالها ما كيعجبونيش وكيديرونجيوني، ولكن كنت كنصبر وكنتحمل، وكنتخيل انها بحالها بحال امي. كنت كنقول كون امي اللي استعملت لي الاغراض ديالي اكيد ما غاديش نقول ليها لا ولا علاش ولا غادي نهضر، وكون امي اللي حلات الباب على غفله غتكون غير باغيه تطمن عليا. وكنت كندوز ليها هادشي وكنميك وكندير عين ميكا، وبقيت على هاد الحاله. ولكن داكشي اللي طرا من بعد كان مستفز اكثر. انا من طبعي كنبغي نعس من مور الغدا، كنبغي ندير القيلوله. واحد النهار تفاجأت انا ناعسه، حليت عيني لقيتها ناعسه حدايا. استغربت، خليتها حتى فقت وانا نسولها، قلت لها علاش ناعسه حدايا، علاش ما نعساش في بيتك؟ قالت لي الصراحه لاكليم اللي في بيتي خسرات، داكشي علاش جيت نعس عندك، مع العلم انه دارنا في كل بيت كاينه لاكليم، غير هي ما رشقات ليها تنعس غير في بيتي وحدايا. ومع ذلك ميكت، ولتاني مره قلت راها بحال امي، كون امي اللي جات تنعس حدايا ما غاديش نجري عليها. وماشي غير هادشي، انا في البيت ديالي كان الحمام، وهذاك الحمام ما فيهش الباب، جاي محلول على البيت، ستيل ديالو داير بحال هكاك. كنت بعد الخطرات كنبغي ندوش وكانت كتشوفني هازه الفوطه ومع ذلك ما كتخرجش من البيت، وانا كنت كنحشم نقول لها خرجي لبرا. كنت كنهز حوايجي كاملينهم وكندخل لذاك الحمام وكنعلق الشيزار، كندير به بحال شي باب باش ما نبقاش نبان، وتما كنبدل حوايجي وندوش ونلبس حوايجي في وسط هذاك الحمام، عاد كنخرج منه. يعني حتى في بيتي وما بقاتش عندي الخصوصيه. ومن فوق هذا الشيء كامل كنت كنتفاجئ بعد الخطرات انها حاله ليا الماريو ديالي وكتقلب ليا في حوايجي. وفاش كنسولها واش بغيتي شي حاجه كتقول لي لا، راه غير تلفات ليا شي حاجه في حوايجي، راه يمكن الا تلفت وحطيتها في وسط حوايجك. كنت كنتفاجئ وما كيعجبنيش هادشي اللي كدير فيه، ومع ذلك كنت كنعاونها باش تقلب على داكشي اللي مجلي ليها واخا اصلا ما كاينش في وسط حوايجي. المهم كنت كنميك وتنسكت. بعد الخطرات كانت كتفوت الحدود بالاستفزاز ديالها، كانت كتهيني وتقلل مني وتعايرني قدام العيالات. يعني فاش كنكونوا مجمعين اولا كنكونوا مع العائله كانت كتهيني قدامهم وكتقلل من احترامي. ولكن واخا هادشي كامل كنت كنسكت وكنقول معليش ما غاديش نرد عليها قدام العيالات، حيت حماتي ومرا كبيره وكتبقى ام راجلي، خاصني نحترمها. وواخا تكون هي اللي غلطه، الا جيت ترديت معاها قدام الناس ما غاديش يوقفوا معايا وما غاديش يرحموني، غايقولوا هي اللي ما مربياش وكترد الهضره على حماتها وكتدبز معاها قدام الناس. ما جاتش داكشي علاش كنت كندير عين ميكا. وانا هادشي كامل والله ما كنت كنعاود لراجلي شي حاجه، حيت ما كنتش باغا المشاكل، وراجلي اصلا كان انسان كيعاملني بما يرضي الله، كنت كنبغيه وكيبغيني، وما كنتش باغا ندير المشاكل بينه وبين امه اولا شي حزازيات. داكشي علاش كنت كنسكت وكملت حياتي. ولكن هادشي كان غادي وكيتزاد وكيتفاقم اكثر وكثر. اما الا جيت نعاود لكم على الماكله، هذيك بوحدها خصها كتاب. الماكله بوحدها قصه. تخيلوا انا قبل ما كنبغي نطيب كنمشي عندها كنقول لها خالتي شنو غندير الغدا وشنو غندير الغدا، واش موافقه؟ كتقول لي صافي. كتخليني حتى كنطيب ونحط الماكله فوق الطبله وكتقول لي انا هاد الماكله ما كتعجبنيش، ديري لي شي حاجه اخرى. وكنت كنمشي ونعاود نطيب لها شي حاجه اخرى وكانت ديما كتعيب. بعد خطرات كتقول لي علاش الماكله مالحه، علاش العطريه زايده، علاش العطريه ناقصه، علاش الدجاج داير بحال هكا، علاش الخضره مقطعه بحال هكا. كل مره كان خاصها تعيب على داكشي اللي مطيبه، وكل مره خصني نبدل الماكله على هواها. وبعد الخطرات راه كنكون ضاربه تماره وعيانه، حيت من الصباح وانا واقفه في الكوزينه باش نوجد هذيك الماكله وما كتعجبهاش، وكنكون مجبره انني نمشي نعاود نطيب ليها المره الثانيه. والله الا كنت كنعيا
وظهري كيتهرس ليا بجهد الوقوف. ولكن كنت كنعتبرها بحال امي، وكنقول معليش، يمكن تشهات هادي ولا تشهات هاديك، ماشي مشكل، خليني نعاملها مزيان بحال كيما كنعامل امي. ما وقفتش على هادي بلا ما ندير من الحبه قبه. اما نهار كنبغي نمشي للسوق نتقدى لراسي، كنت كنسولها واش محتاجه شي حاجه، نجيب لك معايا شي حاجه، كتقول لي لا لا انا ما خاصني والو. ومن بعد ما كنمشي للسوق ونرجع ونشري داكشي اللي خاصني، كتقول لي وريني داكشي اللي شريتي، وريني حاجه بحاجه. وحتى الحوايج الخاصه اللي انتيم كان خاصني نوريهم ليها. وإلا عجبتها شي حاجه من داكشي اللي شريت كانت كتاخدها في البلاصه وقدامي بدم بارد. كنت كنقول لها يا دخلتي قبل ما نخرج جيت وسولتك واش محتاجه شي حاجه وقلتي لي لا. كانت كتقول لي ايه جيتي وسولتيني وبصح ما محتاجاش، بصح انا فاش شفت عندك هذه عجباتني وبغيتها ليا وخديتها، ياك ما قلقتك. كنت كنقول لها لا 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 خالتي ما قلقتينيش، بصحتك وراحتك تستاهليها. كنت كنسكت وكنجمع حوايجي ونمشي لبيتي. ما كانت عندي حتى شي خصوصيه في حياتي وما كنتش مرتاحه، ولكن من الرغم هادشي كامل كنت كنعتبر راسي انني عايشه مع امي. وكنقول وكون امي اللي عجبتها شي حاجه من حوايجي اللي شريت وطلبتها مني اكيد ما غاديش نردها ليها في وجهها. ولكن من بعد ما ولات السيده طغات بزاف، رجعت كتدخل في تربيتهم بواحد الطريقه مستفزه، وكتعيب على الطريقه ديال التربيه ديالي، وكتعيب على اي حاجه كيديروها ولادي. واحد النهار واحد من ولادي كب ليها العصير فوق الزربيه ديال بيتها، ومشيت وصبنت هذيك الزربيه ورجعت نقيه كتشقشق بحال ما تكب عليها والو. ومع ذلك حلفات بحلوفها ما تعاود تدخل هذيك الزربيه لبيتها وبغات زربيه جديده. راجلي ما بغاش وقال لي علاش غنمشيو نخسروا الفلوس ونشريو زربيه جديده وهاد الزربيه ما فيها والو، ياك صبناتها ورجعت نقيه. فاش راجلي رفض يشري لها وحده جديده حماتي غضبات وبقى فيها الحال. ومشيت انا على وعدي وسعدي شريت ليها وحده بفلوسي غير باش نراضيها. وبقيت هكا 3 سنين وانا عايشه هاد الحياه، كنت صابره ومتحمله وساكته. واي حاجه دارتها كنقول ماشي مشكل، راها بحال امي، كون امي اللي دارت هكا كيفاش كنت غنتصرف معاها. والحمد لله هاد الصبر كامل كانت عنده نتيجه. من بعد 3 سنين ديال المعركه والحرب والقتال بيني وبينها، حماتي رفعت الرايه البيضاء واخيرا استسلمت فاش شافتني ظريفه وصابره عليها، وعمري ما نقرت ولا شكيت منها، وشافت قداش كنعاملها مزيان. هادشي خلاها تبغيني بزاف وتعلق بيا بزاف. رجعت كتفضلني على كاع عيالات ولادها، وكتفضلني على كاع الناس اللي دايرين بيها، لدرجه ولات كتفششني وكتعاملني حسن من امي. كانت فاش كتمشي عند ولادها وتشوف عيالاتهم شاريين شي حاجه جديده وكتعجبها كتمشي تشريها ليا. وفاش كنسولها شنو هادشي علاش شريتيه كتقول لي الصراحه شفت هادشي عند فلانه مرت ولدي وقلت اكيد غيكون على مود وغادي يعجبك، وعجبتني وبغيت نشريها ليك. يعني ولات كتعاملني بحال شي اميره، لدرجه ولات كتشاور معايا في الكبيره والصغيره، ما بقات كتثق حتى شي واحد من غيري، واللي بغات ديرها ما كديرها حتى كتشاور معايا فيها. وإلا شافت شي مرا كبيره كتدعي معاها وكتقول لها الله يعطيك شي عروسه بحال عروستي. كانوا كاع اللي دايرين بينا مستغربين، خاصه عيالات ولادها كانوا مستغربين كيفاش قدرت نكسبها وكيفاش قدرت نبدلها وشنو هي الطريقه السحريه اللي تعاملت معاها بها. ما كانوش كيعرفوا بلي كنت كنتعامل معاها تماما بحال كيما كنتعامل مع امي، وما كنتش كنعاود لراجلي على المشاكل اللي كتوقع بيني وبينها. كنت كنقول هاني كاع عاودت ليه ما عنده باش يفيدني، راجلي ما غاديش يلوح مول الزنقه وما غاديش يدابز معاها على قبلي، اكيد ما غاديش يفضلني عليها. واصلا الامور ماشي بحال هكا كيتحلوا. والحمد لله انا اليوم عايشه بخير وعلى خير مع راجلي ووليداتي وحماتي اللي رجعت كتعيط ليا غير الغاليه والعزيزه. ما تاكل حتى نقص انا في الطبله، وما تضحك حتى تشوفني كنضحك، وما تغطى حتى تشوفني تغطيت. رجعت مم عينيها. بغيت نعاود قصتي لكل عروسه جديده، وبغيت نقول ليها واخا تكون حماتك كيما بغات تكون وتكون خايبه قداش ما خيابت، اكيد انت ممكن تكسبيها بالتعامل الزوين ديالك.